السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده جايب لكم فيديو من الأحباب أو الأحباب إيه؟ يعني زمان لما أول ما بدأت كنت بعمل فيديوهات عن الحاجات دي كتير، أكيد شفتوا الصامنة من بره، بس لازم برضو أتكلم كتير عن المقدمة، يعني دي طبيعتي. النهارده جايب لكم فيديو لأمنية القوة، وهي أمنية ودنو. هي لها أصلها وشخمها ولحمها من زمان قوي، وهي معانا في القناة. حتى أكتر فيديو جايب فيوز في القناة هي أمنية ودنو. فالنهارده جبت فيديو لأمنية ودنو طلع لي على الفور يو، معرفش ليه بصراحه، مع انه فيديو 3 سنين جايب 1.5 مليون فيو، 1.2 مليون معلش. بالكابشن بيقول بنت صغيره تعيش لوحدها يوم كامل، شوف ايه اللي حصل. لا شوف حصل ايه. الفيديو 12 دقيقه، تعال نخلصهم دلوقتي يعني. قشطه، يلا بينا. بسم الله. اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس عشان كل اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدا هذا الفيديو اللعين. بابا، يا ماما، يا غزل، حد يرد عليا. بصراحة يا بنات أنا دي أول حتة كده، فاهم أنت إيه؟ بيحطك فيها يعني كتشويق الفيديو، معرفش إيه بيشوط فيها بابا. بس قشطة يعني، يلا بينا نكمل. مبسوطة النهاردة، واللي طالعة الأولى معايا على الحصة النهاردة أمنية ودنو، كلنا سقف لها. المدرسة حتى وهي بتقول أمنية ودنو، يعني شخصية أمنية ودنو كلكم عارفينها أكيد، يعني كانت طالعة ترند من زمان جدا. هي شخصية معبرة جدا 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 للتنمر في مصر كله والعالم العربي. حرفيا يعني المدرسة وهي بتشجع أمنية ودنو إن هي تذاكر، برضه بتقول لها أمنية ودنو برضه. تعال نشوف أمنية ودنو هتضايق برضه ولا زي كل مرة بتعدي يعني. برافو يا أمنية، بجد برافو. حتى انت كمان يا ميس عليا، حرام عليك. طيب معلش قبل ما اكمل، اللي ضحكت يعني مكة، اسمها مكة، انا بنسى الاسامي. مكة ضحكت كل حاجة فيها يا أمنية بجد برافو. حتى انت كمان يا ميس عليا، حرام عليكي. وانا كل اللي يشوفني يقعد يقول لي يا امنيه ودنو البواب واصحابي وكله بيقول لي كده. طب أنا عايزة أسألك سؤال يا أمنية، هما ليه أصلا بيسموكي أمنية ودنو؟ بتقول لها ليه بيسميكوا أمنية ودنو؟ هي بتشوف تقريبا يعني. بصي، اصل عيلة بابا اسمها ودنو، فعشان كده كلهم بيقولوا لي يا امنيه ودنو. تخيل كده الحاج صالح الجمل بشحمه ولحمه يبقى عنده ودن قد كده، يعني تيجي ازاي دي؟ ويعني العيله كلها عندها ودان سبعة كأمنية، دي عيله ودانه صح. طب سؤال بس، يعني كلكم يعني أمنية ودنكم كبيرة كده؟ يعني مثلا بينادوا على باباكي برضو يقولوا له ايه؟ بس عايزه افهم والله. صلاح ودنو، عشان بابا ودنه كبير. صلاح ودنه؟ ايوه. يا لهوي بقى، محي مكة ده اقسم بالله حكايتك مكة. انت مكة والمصحف طلعها من قلبها قوي، معرفش ليه. طب يا أمنية يا حبيبتي، ده انت المفروض ما تزعليش، دي حاجة مخلياكي، دي ميزة مش عيب يعني. وبعدين انت عارفة يا أمنية بقى، انا اكتشفت حاجة، انت بتطلعي الأولى ليه؟ ليه؟ عشان ما شاء الله، لا عشان ما شاء الله ودنك كبيرة قد كده، فالكلام كله بيدخل جواها، فانت بتاخدي. لا هو احنا كده بقى، انا هقفل الفيديو. هي ما كانتش كده يا جماعه، الفيديوهات ما كانتش كده صراحه يعني. لو فيديو من 3 سنين بس ما كانش كرنج، ما كانش كرنج للدرجه دي يعني. كله الكلام ما بتركزي، ما شاء الله عليك. بصي لا يا ميس، انا مش هحضر معاكي حصه تاني اساسا، حرام عليك، انا ماشي. ليه بس يا أمنية ودنه؟ يا امنيه يا ودنو تعالي هنا يا ودنو. يا بنات رايحين ميس بيضه فين يا بنات؟ يا ودنه تعالي. نوطي الصوت معلش، هو المصحف ما ينفع. ثواني كده. يا ودنو أمنية ودنو بنت صلاح ودنو، أمنية ودنو بنت صلاح ودنو، أمنية ودنو. طبعا امنيه واقفه جوه ورا الباب. طب ما تدخلي جوه امنيه يعني انت عايزه اسمها امنيه ودنو؟ طب ما هي بتقول لها بره امنيه ودنو، ادخلي جوه يعني. هي الشقه قدام الباب بالظبط كده يعني، سامعاها للدرجه دي؟ هي ودنو. راح يا جماعه محمود الجمل، الاب الروحي لعيله الجمل كلها. والمصحف بقالي كتير ما شفتهمش يا جماعه، من ساعه ما سافروا الامارات دول وهم خلاص بقى مش موجودين في الحياه تقريبا. يا البوابه ليه؟ وايه الزيطه دي كلها؟ الباب حتى عبيط، الباب حتى بيقول لهم امنيه ودنو. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تفتحش الباب. لا أمنية ودنو بنت صلاح ودنو. اهدي بقى، في ايه مالك؟ ايه الفرح اللي انت عاملاه دوت؟ في ايه؟ صاحبتي أمنية ودنو ومعايا في المدرسة وكمان معايا في الدرس، بهزر معاها. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش حاجه والله، والاغنيه بتاعتك كمان حلوه وعجبتني. انت بتقولي ايه بقى؟ أمنية ودنو
انت راجل، ده انت راجل والمصحف راجل. بنت صلاح ودنا أمنية ودنا، بنت صلاح ودنا أمنية ودنا، محمود والله العظيم لو قلت لي يا أمنية ودني تاني هيقول لي بقى ما تزهقنيش. يا ريت تقولي له ده ابوكي بيفرح، او اول ما يخش اقول له ازيك يا حاج صلاح يا ودنه، يقوم مظبطني عاطيني اللي فيه النصيب، والنبي قولي له. طبعا يعني مفيش حد في العالم كله اسمه حاجه ودنه، تمام؟ فهو لما بتقول له بقى ودنه فبيحس بقى ان هو مختلف، يعني I'm different in world. يا ودنه أمنية ودنا، بنت صلاح ودنه أمنية ودنه، بنت صلاح ودنا أمنية ودنا، بنت صلاح ودنا أمنية ودنا، بنت صلاح ودنا أمنية. عيله عبيطه جدا، عيله عبيطه ما فيهاش حتى ريحه العقل، يعني مش عارف هم جالهم فكره ازاي اصلا يعملوا حاجه اسمها امنيه ودنه. وش معنى امنيه؟ ليه مثلا مش مكه ودنه؟ ليه مثلا مش محمود ودنه؟ ليه امنيه ودنه؟ بجد يعني مين فكر في انه يعمل سلسله من امنيه ودنه؟ اجزاء على فكره، ما اعرفش ده الجزء الكام يعني، اجزاء امنيه ودنه، امنيه راحت، امنيه جت، امنيه ودنه في السوبر ماركت، امنيه ودنه تبيع اكياس حاجه حلوه، امنيه ودنه في الدرس. بص بنت صغيره تعيش لوحدها في يوم كامل. طب نعمل لها اصلا مش كده ان الكابشن اصلا مش موجود على الفيديو تماما. الكابشن بيقول لك بنت صغيره تعيش لوحدها يوم كامل. الفيديو اصلا بيتكلم عن فيديو بنت اسمها امنيه ودنه وما بتعيش لوحدها، دي اصلا بالناس بترمي عليها. هم اتلخبطوا حطوا له الكابشن غير الكابشن تقريبا يعني. أمنية ودنه بنت صلاح ودنه أمنية ودنه، بنت صلاح ودنه أمنية ودنه. مش عيب عليك يا راجل يا شاب؟ عيب تعمل الهبل اللي انت عامله ده وداخل في مناخيرك في الكاميرا كمان. أمنية ودنه بنت صلاح ودنه، ده أنا سامعة تحت عم محمود عمال يقول أمنية. رحب بسلمى زوجة محمود الجمل اللي كان بيرقص بمناخيره بره، دي مراته في الحقيقة، لكن هنا هتلاقيه مثلا جارته ولا سكان العمارة ولا حاجة. هي ودنه بنت صلاح ودنه. يا طنط سلمى والنبي ما تدريش بأمنية ودنه بقى. ليه بس يا أمنية في إيه؟ طب عايزة أقول لك على حاجة، أنا عايزة أطلب منك طلب صغير قد كده. اتفضلي. ينفع يا أمنية؟ هو السكان بيقفوا مثلا بيفتحوا باب شقتهم كده لغايه اما امنيه ودنه في الميعاد ده بتيجي من الدرس يقعدوا يتنمروا عليها، تلاقي فاتحه الباب مستنيه كده في اول الفيديو، بعد ما طلعت من السلم هي بقى اتنمرت عليها من اول هنا. يعني هم بجد بيستنوا لغايه اما هي تطلع عشان يتنمروا عليها، ده طبيعي. يعني مثلا بقول لك انا طالعه بره قدام بالشقه عشان امنيه عندها درس وخلصته دلوقتي، ده ما بتعملش كده، ما هتلاقي اصلا مش عايز تيجي من كتر ما هي تطلع موجات كهربائيه من ودانها. يعني مش عارف ليه السكان براد قوي كده، سيب العماره احسن يعني. وعايزة أقول لك على حاجة، أنا عايزة أطلب منك طلب صغير قد كده. اتفضلي. ينفع يا أمنية تيجي تتغدي معايا النهارده عشان نصور أنا وأنتي مع بعض وأنزلها ستوري وأقول لكل الناس إن أمنية ودنه بنت صلاح ودنه قاعدة تتغدى معايا وكمان جارتي. بصي يا طنط سلمى، نعم. انا مش هرد عليكي عشان بتقولي امنيه ودنه، لما ليه تقولي أمنية امنيه بس انا هرد عليكي وانا ماشيه. ما انتي أمنية ودنه يا أمنية، أمنية ودنه بنت صلاح ودنه. طب انا عايز اشوف صلاح ودنه بقى عشان عمري ما شفته. ده عم صلاح وده ودانه عاديه عادي جدا. لو جينا نحط له ودان، لا كبرها اكتر بقى. ايوه هو كده، ده صلاح ودنه يا جماعه. انا ما بشوفوش غير راجل اصلا عايز يشرب سجاير بس في الجاردن تحت. جاردن. ايه ده؟ أمنية ودنه. كل سكان العماره بينزلوا في الوقت انه امنيه نازله فيه ولا طالعه فيه علشان يتنمروا عليها، بيظبطوا مواعيدهم على كده، معروفه يعني الناس كلها بتعمل كده عادي. انا بظبط ميعادي مثلا على واحده تحت مثلا بتنمر عليها كل يوم، لازم وبعديش سكه لواحده برضو عشان اتنمر عليها كل يوم واقول لها انت معكيش رجلي وانا اللي باجي اعديك السكه. لازم تنمر كل يوم ولازم اقابلها كل يوم برضو. وانا اقول السلالم منوره ليه؟ انت عارفه انا عايز اتصور معاكي صوره عشان صحابي في الشغل مش مصدقين اللي انت ساكنه معايا في العماره. استنى نصور فيديو بقى مش صوره. أمنية ودنه بنت صلاح ودنه. دلوقتي يا جماعة أنا وأمنية ودنه بنت صلاح ودنه. وانا فرحانه ان هي هتطلع في على النت. يعني انا فرحانه انا هطلع بوداني على النت. طب ما هي برضه يا جماعه واقفه ليه برضه يعني؟ ساكنة معايا في العمارة أهو. شكرا يا ودنه ودنه. روح شخ بقى وروح اشوف لك اي حاجه. روح شوف مراتك اللي واقفه فوق. اكيد انتوا تبع بعض. اهو عم صلاح اهو، هو اللي معلق صورته ده، هو ده عم صلاح.
اللي هو صوت متعلقه اللي هو لابس قميص ابيض ده، اكيد ده شقته، لان كل الصور دي اكيد تبعه يعني. الله اكبر من كتر صور عم صلاح في البيت، الملائكه بتخش البيت تماما يعني. معرفش في حاجه في القران بتقول ان لو في مش عايز اهبط بصراحه يعني، بس لو في صور في البيت الملائكه مش بتخش البيت. فهو حاطط حرفيا صور ما حطش الاستوديو على اخر بتاع شارعنا يعني. بصراحه الملائكه مش بتشم البيت حتى. ازيك يا امنيه ونو، وحشتيني. هي دي ده يعني مثلا امنيه ودنو دخلت البيت، اكيد دي اختها، اكيد ما فيش غير كده اصغر منها ودخلوا البيت خلاص يبقى دي اختها تنمر عليها يعني. امها وابوها ايه بقى بجد؟ ابوها صلاح ودنو يعني قشطه يعني. ابوها صلاح ودنو برضه يعني خلاص بقى كلهم عيله ودان صراحه. تيني امنيه ونو، انا عايزه اقول لك على حاجه. تعرفي انا سامعه محمود تحت بيقول امنيه ونو بنت صلاح ونو. طب نسقف ولا نعمل ايه برضه؟ ماشي يا ستي، سمعتيه يا ستي، ربنا يحميكي. تعرفي انا مبسوطه قوي ان انا عندي اخت اسمها امنيه ونو. وتعرفي كمان نفسي تبقى ودني كده كبيره شبهي. يا غزل ما تزهقنيش يا غزل، انا ما بحبش حد يقول لي يا امنيه ودن. لا انا على فكره انا نفسي يبقى ودني كده شبه الكبيره. نفسك؟ يا ماما امنيه ودنو. امها حتى بتقول امنيه ودنو. انا مش هكمل الفيديو يا جدعان. طب ما انت كل فيديو اصلا ما تسموا الكابشن امنيه ودنو، شوف ايه اللي حصل. جت ونورت يا ناس. ايه يا حبيبه قلبي مالك؟ يا ماما انا قلت لك كذا مره انتي اختي يا ماما وبابا، انا ما بحبش حد يقول لي يا امنيه ودنو في ايه؟ هو انتوا اللي بتعندوني؟ طيب انا ذنبي ايه ان انا طالعه شبه ابويا ودني كبيره؟ طب اشمعنى؟ وراثه في العيله يعني، مثلا جدها ودنه كبيره مثلا، هي وراثه جدها يعني مثلا. طيب حرام عليكم، انا نفسي اعرف انتي زعلانه ليه. اقول لك حاجه، ابوكي بيفرح قوي لما حد يقول له يا صلاح يا ودنو. انتي زعلانه ليه؟ انا بتضايق، انا ما بحبش حد يقول لي كده يعني بواب. وكمان صحابي في الدرس وصحابي في المدرسه وسكان العماره يا ماما بيقولوا لي يا امنيه ودنو، وانتي يا ماما اختي. حرام عليك، المفروض تفرحي، دي شهره. لا يا امنيه، تعرفي يا امنيه دي ودنك دي مشهوره قوي. تعرفي يا ماما نفسي اصحى من النوم وما الاقيش اي حد يا ماما، عشان ما فيش حد يضايقني يقول لي يا امنيه ودنو. انا نفسي كل الناس اللي في حياتي كلها تختفي يا ماما، انا عايزه ارتاح بقى. ما تقوليش كده يا طب بصي قولي لي اشمعنى غزل يا ماما؟ عشان غزل احسن منك واحلى منك وكل حاجه احسن منك. بس غزل حلوه مثلا، ما عندهاش ودن كبيره زيك، ودنك قد الفيل. ماما ودنها صغيره يا ماما، اشمعنى هي ما طلعتش شبه بابا؟ ودنها طالعه صغيره شبهي مقطقطه يا امنيه، لكن انتي معلش يا كده انا هجري شويه لان انا بصراحه ايه اصل هي نفس الاحداث بتحصل بصراحه يعني، نفس الاحداث بتحصل، مش اي حاجه جديده بتحصل. طنط سلمى يا طنط سلمى افتحيني. ايه ده؟ شكل طنط سلمى مش هنا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ماما فين طيب هي وغزل؟ تقريبا هي حلمها اتحقق وبقى مش فيها. مثلا هي قالت قبل ما تخش تنام تقريبا ان انا مش عايزه اي حد معايا في الدنيا عشان ما حدش يضايقني. ودلوقتي ما اعرفش حلمت ولا ايه بقى بحاجه تقريبا مش فاهم، مش عديت الحته دي كلها. انا بتقول ان هي ما حدش بص اهي مش هنا. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ماما فين هي وغزل؟ هي في الحالتين زعلانه برضو، الناس مش موجوده الناس موجوده، حالتين زعلانه. يعني هي تقريبا بتحلم ان هي لوحدها في الدنيا كلها. طيب انا هنزل اسال عن محمود البواب ماما فين. طبعا الحركه ان هي عم محمود برضو مش هيبقى موجود، فكده الناس كلها اختفت. عم محمود محمود بيقعد في اوضه الفيران ولا ايه؟ عم محمود ايه ده؟ انا فاكر زمان كانوا بينزلوا 3 فيديوهات على 3 قنوات. كان الساعة كام بينزلوهم؟ كان الساعة 12، قناة تانية الساعة 2، والقناة تالتة الساعة 3. كنت بصحى من النوم افتح القنوات كلها استنى الفيديو يبقى قدامي من 35 ثانية كده، واروح اتفرج عليه بقى اول مشاهدة، 5 مشاهدة، 6 مشاهدة. كمان بقى 2020 ولا حاجة، من 5 سنين 6 سنين بقى. ياه كمان عم محمود مش موجود هنا. طيب ايه ده؟ هو مفيش حد هنا في العمارة خالص؟ طب اعمل ايه دلوقتي طيب؟
معلش بس هما ممكن امك واختك مثلا نزلوا يجيبوا حاجه من تحت، ممكن جارتك تكون برضو مش موجوده في البيت تمك بيها، عم بواب مثلا حد بعته من العماره مثلا يجيب حاجه، فانت بتقولي ما فيش، انت خفتي ليه من العماره؟ انت ركزي على العماره، انت ركزي على بالبواب اصلا ممكن يروح يجيب حاجه، وامك وابوكي مثلا راح ينزلوا يجيب حاجه برضو. فلسه برضو يعني المخرج برضو مش شاطر في الحته دي، لازم تركزوا تاخدوا الكلام مني وتنفذوه علشان انا بقول حبكات جميله. الله اكبر. ايه ده مفيش حد خالص في الشارع. طيب على فكره بقى، هو قبل ما تحلمي وبعد تحلمي مفيش حد في الشارع اصلا، مثلا قبل وبعد مفيش حد في الشارع، مواكه اصلا بتزعق بره مفيش حد ولا صرخه من يومين عدى. مش لاقي حد واحد. فين الناس طيب؟ وفين سكان العمارة؟ فين عم محمود البواب؟ فين ماما؟ فين اختي؟ وفين بابا؟ طب فين الناس اللي هنا؟ انا مش لاقي حد في الشارع، انا مش لاقي حد اكلمه. طيب مين هيكلمني؟ يا ماما، يا بابا، يا طبعا بقى هتمشي بقى يعني ايه، تقعد تمشي في الشارع كلها بقى تقولي، اقعد تقولي يا ماما يا ماما، تقعد بقى تصيح يعني. فاهم ليه يعني؟ الفجر بيأذن، هناخد ريست، نروح نصلي الفجر ونيجي تاني نكمل الفيديو العبيط اللي احنا بنتفرج عليه. 1 hour later. يلا بينا نكمل العبط اللي احنا داخلين فيه ده اصلا. فين والنبي قولوا لي رحتوا فين؟ سبتوني ليه لوحدي؟ انا مش لاقي حد. بكلم مين طيب؟ انا مش لاقي حد اكلمه. يا بابا، يا ماما، يا غزل، حد يرد عليا. يا ست خوفتيني والمصحف، ايه ده يا عم؟ يا عم بطلوا بقى يا عم بقى يا عم. انت بتحلمي بكابوس ولا ايه؟ ماما انت ما كنتش موجودة. كنت فين يا بنتي؟ انا قاعده في الشقه من الصبح. انت يا ماما لو تعرفي الحلم انا حلمته يا ماما. احكي لي. طب الحمد لله طلعت بتحلم اهو، تحكي الحلم كله بقى، تقعد تقول عم الوهاب واختي مكه وصاحبتي غزل بقى، انا لغوت الاسماء كلها اصلا. طب الحمد لله طلعت بتحلم يا جماعه، مش ده حقيقه يعني. طمنوا، عايزكم تطمنوا على الفورمه بس كده يا جماعه. كده كان فيديو خلاص، يا رب عجبكم. اعملوا فولو، سبسكرايب، لايك، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس كده يا جماعه، اعملوا فولو للشانل. وبس كده يا جماعه الفيديو خلص، وكده نقدر نقول السلام عليكم.